السلام عليكم. جلالة الملك محمد السادس أقوى ملوك الدولة العلوية، وغادي نشرح الرأي ديالي. منذ اعتلائه العرش سنة 1999 المغرب دخل في عدة أزمات، ولعل الأمنية ديال الحسن الثاني الله يرحمه فاش قال بغيت الأمور تكون جد صعبة على ولي العهد صدقات. في السنوات الأولى ديال الحكم ديال محمد السادس، من بين أول الأزمات اللي عشناها هي خطر الإرهاب اللي كان في العالم، والجميع يتذكر أحداث 16 ماي 2003 واللي كانت تقدر تدخل المغرب في دهاليز ومتاهات كبرى. لكن المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس رجع دولة تضرب لها المثل في مكافحة الإرهاب على مستوى العالم وليس إقليميا فقط. على مستوى آخر، الملك محمد السادس هو واحد من الملوك والسلاطين المغاربة القلال اللي ما كانت عليه ولا محاولة انقلاب في زمن كثرت فيه الانقلابات والمؤامرات الخارجية، وسقطت فيه أنظمة وزعماء كانوا يحكمون بلدانهم بالنار والحديد، لا في القارة الإفريقية ولا على مستوى الدول العربية. وخليني فقط نفكركم أنه في الربيع العربي سقطت أنظمة وزعماء، وبقي جلالة الملك محمد السادس شامخا شموخ جبال الأطلس، بل خرج الشعب يدافع عن الملكية وسط مؤامرات خارجية كانت تهدف لإسقاط الملكية أو حتى إضعافها. ولكن المغرب نجح في تجاوز هذه الأزمة، بل خرج قويا بدستور جديد وبحكومة جديدة. على مستوى قضية الصحراء المغربية، خلوني فقط نقول لكم أن قبل 9 سنين من اليوم الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كيمون كان تيسمي الصحراء الأراضي المحتلة، وفي ظرف 9 سنوات فقط جلالة الملك محمد السادس قدر يقلب المعادلة رأسا على عقب. اليوم كاين قرار أممي كيقول بأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر قابلية للتطبيق. في ظرف 9 سنوات جلالة الملك قدر يجيب شحال من اعتراف من دول عضبة، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، واللي دازوا فيها عدة رؤساء كانوا أصدقاء للمغرب ولكن ما عمرهم اعترفوا بسيادة المغرب على الصحراء. احتاج جلالة الملك بالقدرة ديالو وبالعلاقات ديالو قدر يجيب اعتراف أمريكي قلب الموازين. الملك محمد السادس يبدع في تحويل كل أزمة إلى فرصة. وبالحديث عن تحويل الأزمات إلى فرص، خليني نعطيكم بعض الأمثلة. كلكم عاقلين نهار دخلنا في أزمة مع إسبانيا واللي انتهت باعترافها مغربية الصحراء، وأن الحكم الذاتي هو الحل الأكثر واقعية. كلكم عاقلين نهار دخلنا في أزمة مع فرنسا واللي قالت الصحافة الفرنسية آنذاك أن الملك محمد السادس قطع التليفون على ماكرون، واللي انتهت أيضا بقدوم ماكرون برجليه لوسط المغرب، لوسط البرلمان المغربي، ليعترف بسيادة المغرب على صحرائه، بل قال بأن لا مستقبل للصحراء إلا تحت السيادة المغربية. كلكم عاقلين على الأزمة ديالنا مع ألمانيا واللي قالوا شي مهللين واش نتوما تقدروا على ألمانيا، واللي حتى هي انتهت بإقرار الحكم الذاتي هو الحل الوحيد اللي كاين في الصحراء المغربية. جلالة الملك محمد السادس دار هوية خاصة للدبلوماسية المغربية، أعطاها هيبة بين الدول. ويكفي تفكروا هذه الأزمات اللي ذكرت وأزمات أخرى كيفاش المغرب كان دائما ثابت على المواقف ديالو وكيحط المصلحة ديالو فوق الجميع، والدولة إلا بغات تمشي معنا مرحبا، وإلا بات عادينا ما عندنا ما نديرو بها. ما كاينش شي حاجة سميتها نفرط أنا في حقي باش تبقى أنت على خاطرك. وكذلك في التعامل مع الأزمات بين الدول، المغرب دائما كان يقف في صف الحق، لدرجة أن كنترولات التدوينات كتقول حنا أمجنن دولة، جوج دول مخاصمين وبجوجهم كيوصلوا تيصيفطوا لنا التهنئات، لأن محمد السادس قدر بالدبلوماسية ديالو الخاصة المتفردة التي عجز أعدى المحللين يفهموها يدير مكانة للمغرب بين الدول. اختيار رجال الدولة والمسؤولين، جلالة الملك محمد السادس بالقدرة ديالو الخاصة قدر يشوف ناس أكفاء داخل المؤسسات ديالو
ويحطهم على رأس المؤسسات أشخاص لم يتم انتخابهم لكن نالوا رضا وتقدير واحترام المغاربة. على سبيل المثال عبد اللطيف الحموشي على إدارة الأمن الوطني والمخابرات الداخلية، ياسين المنصوري في المخابرات الخارجية، فوزي القجال على مستوى كرة القدم، عمر هلال وناصر بوريطة في وزارة الخارجية والدبلوماسية. كلهم أشخاص اللي اختارهم جلالة الملك بعناية وأبلوا البلاء الحسن في القطاعات ديالهم ونالوا رضا وتقدير واحترام المغاربة. عزز الهوية المغربية أمام جميع تيارات الاستيلاب اللي كانت قبل سنوات تحاول ترجعنا عرب أو ترجعنا أفارقة أو ترجعنا أوروبيين بالحداثة والعلمانية المغشوشة أو جميع ديك التيارات اللي كانت كتجي. المغاربة الآن يعتزون بمغربيتهم وتيقول لك حنا مغاربة وما تصنفوناش مع أي إيديولوجيا أو تيار إثني معين. الإسلام المغربي العبارة اللي ولينا كنسمعوها تتردد بأننا حنا ما كنشبهوا لحد وبأن حنا مغاربة ومعتزين بالهوية ديالنا ومفتخرين بها وما محتاجين حتى شي واحد يعطينا الدروس ولا يقول لنا كيفاش خصكم تكونوا. حنا مغاربة. فبناء على هذه المعطيات كاملة كنقول جلالة الملك محمد السادس هو أقوى ملك في تاريخ الدولة العلوية. والله يحفظ بلادنا والله يحفظكم جميع، والسلام عليكم ورحمة الله.